شكرا هشام، شكرا لضيوفك الكرام الكابتن نزار أشرف والكابتن علي وهيب. ملعب الشعب فيك يحلو الطرب، 50 عاما تبقى شامخا منتصب، أحلامك لن تنتهي حتى وأن حصل الشغب، عانيت كم عانيت من الإهمال والتعب، تبقى عزيزا غاليا على قلوب الشعب. بهذه الكلمات أحبتي مشاهدي متابعي قناة الرياضية العراقية، نلتقيكم على الخير والبركة من الجولة الخامسة، افتتاح لهذه الجولة الزوراء ونفط الوسط من خلال الجولة الخامسة للمجموعة الأولى. هو اللقاء الخامس لفريق الزوراء، بينما هو اللقاء الثالث لفريق نفط الوسط. المباراة اللي يستضيفها ملعب الشعب، اللي يستضيف هذا اللقاء لأول لقاء في الدوري العراقي خلال هذا الموسم بعد عودة الروح لملعب الشعب، لكن يبدو أن هناك بعض الأمور الغير صالحة لأرضية ملعب الشعب الدولي، لكن نتمنى من خلال الأيام القادمة واستقبال المباريات الكبيرة أن تكون الأرضية صالحة من أجل أن يكون هناك مباريات كبيرة تقام على هذا الملعب التاريخي ملعب الشعب الدولي. واليوم هو يستضيف أول اللقاءات هنا على أرضية هذا الملعب بين فريق الزوراء الفريق المتعثر في الجولة الماضية، بينما فريق نفط الوسط الفريق القادم من دور الدرجة الأولى، وأصبح الآن هو مفاجأة هذا الموسم بعد تحقيقه فوزين خلال هذا الموسم من مبارتين ولديه مبارتين مؤجلة. وفريق نفط الوسط أصبح الآن من الفرق التي بدأت بداية قوية رغم أنه يلعب لأول مرة. إذن فريق نفط الوسط يدخل التاريخ في الدوري العراقي الممتاز، أولا يدخل التاريخ بفوزين ومن مباراتين، وأيضا يدخل التاريخ أنه يلعب مباراة الأولى على ملعب الشعب الدولي، وأيضا يقابل فريق من الفرق الكبيرة وزعيم الأندية العراقية هو فريق الزوراء. ويتمنى فريق نفط الوسط أن يحقق نتيجة قد تكون إيجابية بسبب الظروف اللي يمر بها فريق الزوراء خلال المباريات الأخيرة، ومن خلال تغيير المدرب ووجود عماد محمد الآن مدربا لفريق الزوراء، الفريق اللي خسر لقاء الماضي أمام فريق الكرخ. إذن حكم اللقاء الدولي فلاح عبد اللي يقود هذه المباراة يطلق الصافرة، والبداية مع فريق نفط الوسط اللي يلعب بألوانه الخضراء من جهة اليسار، بينما فريق الزوراء يلعب بألوانه البيضاء المعتادة على يمين السادة المشاهدين. نذكر بطاقم تحكيم مباراة اليوم: فلاح عبد حكم دولي، مؤيد محمد علي مساعد أول حكم دولي، مرتضى حسن حكم درجة أولى مساعد ثاني، مصطفى عبد الكريم حكم رابع لمباراة اليوم، بينما هناك علي مجيد حكم طوارئ. كرة لفريق نفط الوسط آيات خلف، لكن كرة بعيدة مرت إلى خارج الملعب لركلة مرمى لصالح نادي الزوراء. ركلة مرمى لصالح نادي الزوراء. الزوراء الفريق اللي يلعب من جهة اليمين بتشكيلة ضم لحراسة المرمى: زهير فاضل، مؤيد خالد، مصطفى محمد، أشرف عبد الكريم، حيدر عبد الأمير، باتريك آرنست، وقصي منير، أمجد وليد، حسين الجويد، نمير حميد، وباسم علي. هذه تشكيلة المدرب عماد محمد. بينما تشكيل نفط الوسط: سلام مطلب لحراسة المرمى، نبيل عباس، آيات خلف، محمد ناصر، نومي، صديق سوراج اللاعب النيجيري، علي رحيم، تامر حاج محمد اللاعب السوري، عدي جفال اللاعب اللي حقق لفريق نفط الوسط 6 نقاط من خلال تسجيله هدفين في مرمى زاخو وهدف في مرمى المصافي. فارس حسون، علي محمد، جاسم محمد، الفريق اللي يقوده المدرب عبد الغني شهد. كل التوفيق للفريقين. للزوراء النوارس اللي يغيب عنا عن مباراة يغيب عنا من خلال هذا اللقاء اللاعب والمحترف المصري مصطفى جلال، لذلك اليوم يغيب بداعي الإصابة مصطفى جلال عن تشكيلة فريق الزوراء. يحاول أن يعود إلى سكة الانتصارات فريق الزوراء. خسر لقاءين خلال هذا الموسم، فاز في لقاءين، فاز على الكهرباء، خسر من المصافي، بعد ذلك فاز على نفط الجنوب، ومن ثم خسر من الكرخ. بينما فريق نفط الوسط هنا محاولة من نبيل عباس اللاعب الدولي السابق ومدافع فريق نادي نفط الوسط. محاولة الآن تعود للوسط، آرنست يلعب كرة أمامية لهجوم قادم، باسم علي يحاول مرور اليوم عماد محمد، يبدأ المباراة بالمهاجم باسم علي، كرة داخل منطقة جزاء خطيرة والحارس أمجد وليد. أمجد وليد أول الغيث لفريق الزوراء، تمريرة من باسم علي ورأسية اللاعب أمجد وليد وتصل لحارس المرمى سلام مطلب. سلام مطلب، آيات خلف قريب من الخط الجانبي،
الراية تشير إلى وجود رمية جانبية لصالح نادي الزوراء. رمية جانبية مصطفى محمد. اليوم لدينا باسم علي، لدينا أيضا مصطفى محمد، يبدأ بهم المدرب عماد محمد منذ بداية المباراة. وأيضا نبارك للنجم أشرف عبد الكريم دخوله عش الزوجية، إن شاء الله نتمنى له حياة سعيدة، حياة جديدة على أشرف عبد الكريم، وأيضا نتمنى له التوفيق أيضا مع فريق الزوراء خلال هذا الموسم. جماهير الزوراء التي تتمنى أن فريق الزوراء يعود إلى سابق عهده لإنجازاته وبطولاته. اليوم فريق الزوراء يحاول أن يعوض إخفاقته الماضية أمام فريق الكرخ، الفريق المتحفز. هذه محاولة قريبة إلى منطقة جزاء الزوراء تصل لحارس المرمى زهير فاضل، الحارس القادم من المصاري. إلى أشرف عبد الكريم، ينقل الكرة الأمام أشرف قريبة لصديق سراج. صديق من مباراتين فريق نفط الوسط مرماه لم يستقبل هدف، مرمى فريق نفط الوسط. كرة إلى رمية جانبية لصالح نادي الزوراء، رمية جانبية تتنفذ، الرمية الجانبية تعود من جديد، بينما مرمى الزوراء تعرض إلى 6 أهداف، يعني نسبة كبيرة في مرمى فريق الزوراء. كرة أمامية من أشرف لباسم علي، حاول هي كرة لمنطقة أمام منطقة جزاء فريق نادي نفط الوسط، تعود من جديد لخط وسط فريق نفط الوسط. نفط الوسط سيدون التاريخ لفريق نفط الوسط أنه يلعب مباراته الأولى في تاريخه على ملعب الشعب الدولي، ويقابل نادي الزوراء الضيف الجديد على الدوري العراقي الممتاز. نفط الوسط هنا اللاعب 6، لاعب فريق نفط الوسط فارس حسون القادم من النفط، وقبل النفط فارس حسون كان يلعب مع فريق النجف، ونفط الوسط أصبح الغريم التقليدي لفريق النجف في الدوري العراقي الممتاز. كرة تبعد إلى خارج الملعب لرمية جانبية الزوراء، رمية جانبية للزوراء. النوارس البيضاء وجماهير النوارس، ومطلب هذه الجماهير أن الزوراء دائما يكون في القمة. هنا خطأ لفريق نفط الوسط، اياد خلف يحصل على خطأ مع وجود ركلة حرة مباشرة، وجود اياد خلف في التشكيل، وشقيقة زيد خلف موجود في دكة البدلاء لفريق نفط الوسط. ركلة حرة مباشرة نفط الوسط عن طريق النيجيري صديق سراج، يلعب كرة الأمام إلى فارس حسون، يعيدها لسراج، يقع الكرة لفارس. محاولة الآن لفريق نفط الوسط، تبادل كرة، إبعاد من أرنست إلى قصي منير. أمجد وليد أخطر كرات الزوراء عن طريق أمجد الرأسية، ومحاولة أمجد وليد في المنتصف، كرة تمريرة خطيرة على المرمى. الجويد قريب إلى المرمى، والحارس وحكم اللقاء الدولي فلا عبد يشير الاستمرار مع مطالبة لاعبي الزوراء بوجود ركلة جزاء، لكن حكم اللقاء يشير إلى الاستمرار. حسين الجويد المحترف السوري يطالب بركلة جزاء، لكن الدولي فلا عبد قريب. لاحظ الكرة بالإعادة، خروج لحارس المرمى سلام مطلق، وحسين الجويد. حسين الجويد يبدو أن الحارس كان قريب لحسين الجويد، لكن يبقى هذا التقدير لحكم اللقاء الدولي فلا عبد، هو الأقرب وهو اللي شاهد الحالة، وأيضا هذه تترك لأصحاب الاختصاص في الصافرة التحكيمية من خلال البرنامج التحكيمي. أنت الحكم. الزوراء في كرتين عن طريق أمجد وليد، وهذه المرة عن طريق الجويد. الزوراء لا يريد أن يخسر من جديد، وفريق نفط الوسط يريد تحقيق فوز الثالث، وفريق نفط الوسط هو المتصدر حاليا للمجموعة الأولى. فريق الوحيد اللي لم يلعب لحد الآن هو فريق أربيل. 14 مباراة أجلت من خلال الجولات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لكن هذه الجولة الخامسة جميع المباريات ستلعب، جميع المباريات ستلعب، لا وجود لتأجيل أي مباراة من المباريات العشرة اللي تقام خلال الجولة الخامسة. كرة لفريق الزوراء، تنقل للوسط لأمجد وليد، أخطر الزوراء إلى مصطفى محمد، جهة اليسار لفريق الزوراء، يلعب كرة أمامية، لكن سراج هو الأقرب عادة للجويد القريب من الخط الجانبي المحترف السوري مع الزوراء، تبعد من أمامه إلى خارج الملعب لرمية جانبية لصالح نادي الزوراء. رمية جانبية للزوراء، أقرب لأرنست اللاعب السويسري
ذو الأصول الليبيرية اللاعب أرنس، وهنا خطأ لفريق الزوراء. ركلة حرة مباشرة لفريق الزوراء. سوراج، فلا عبد قريب، حديث ما بين سوراج والحكم الدولي فلا عبد. آخر مباراة قادها هي مباراة بغداد ودهوك اللي انتهت التعادل 1-1. لاحظ مرور لاعب أرنست، باتريك أرنست يحصل على خطأ وركلة حرة. لاحظ التدخل من جديد لإعادة من زاوية أخرى، وصراع ما بين باسم علي وأرنست، لكن الخطأ كان ما بين سوراج وباسم علي، لكن الخطأ كان لباتريك أرنست لاعب فريق الزوراء، لاعب خط وسط فريق الزوراء. ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة لصالح الزوراء. الجويد، الجويد على التنفيذ للركلة الحرة المباشرة. لاحظ تقدم لحيدر عبد الأمير لأكثر من لاعب، وكرة الحسين الجويد بعيدة عن مرمى نفط الوسط إلى الخارج لركلة مرمى، لركلة مرمى. هذا هو الجويد، وهنا الواضح في الصورة اللاعب الصغير مصطفى محمد يعتمد على الخبرة والشباب. فريق الزوراء نفط الوسط استقدم لاعبين محترفين، لاعبين سبقوا أن مثلوا الأندية أخرى في الدوري العراقي الممتاز. هذه جماهير الزوراء، الحافز المعنوي اللي دائما يكون هو اللاعب رقم 12 في مدرجات الملعب لمؤازرة فريق الزوراء. جماهير الزوراء المحبة العاشقة، وهي أكبر قاعدة جماهيرية ما بين الأندية الجماهيرية الكبيرة. فريق الزوراء كرة أمامية لجويد خطيرة لفريق الزوراء. النشهد فريق الزوراء أن يبدأ التسجيل، وهنا الخطأ على أرنست. ركلة حرة مباشرة لصالح نفط الوسط، ركلة حرة مباشرة لصالح نفط الوسط، ركلة حرة مباشرة لنفط الوسط. أرنست على التنفيذ. تامر حاج يحصل على خطأ. لاحظ الكرة بالإعادة. تامر حاج محمد اللاعب السوري يحصل على خطأ، وركلة حرة. سوراج يلعب الكرة قريبة. مصطفى محمد الرأسية عادت لأرنست، يحاول أن يمر أرنست أقرب للدولي السابق قصي منير. يلعب كرة أمامية لباسم علي لكن بعيدة عن باسم، ونبيل عباس بدوره يتركها إلى حارس المرمى سلام مطلب. سلام مطلب إلى صديق، يتركها إلى اياد خلف جهة يمين فريق نادي نفط الوسط. تغيير، عادت لنبيل عباس كابتن فريق نفط الوسط. نبيل ينقل الكرة إلى جهة اليسار. تبادل كرة ما بين لاعبي فريق نادي نفط الوسط. الهجوم القادم الآن ممكن نشاهد المحاولة الأخطر لفريق نفط الوسط عن طريق محمد ناصر نومي. محمد ناصر جهة اليسار الآن. هجوم لفريق نفط الوسط قريبة لمنطقة جزاء الزوراء، يحاول أن يتلاعب بالمدافعين. فارس حسون يحاول التسديد وتصطد بحيدر عبد الأمير. تعود من جديد فريق نفط الوسط، يحاول أن يضغط في هذه اللحظات على مرمى فريق الزوراء، وأشرف عبد الكريم هو الأقرب. أشرف أو مؤيد خالد أيضا غير متعمدة، لمسة يد كانت على مؤيد خالد. حكم المباراة اعتبر لعب مشروع من مؤيد خالد، غير متعمدة من مؤيد، وأيضا كانت مطالبة من قبل لاعبي فريق نفط الوسط. إذن حكم اللقاء ومع الكابتن نبيل عباس كابتن فريق نادي نفط الوسط. لاحظ الكرة بالإعادة، بالفعل كان هناك لمس يد على مؤيد خالد لكن هي غير متعمدة. فلا عبد، هناك كرة تبحث عن يد، وهناك يد هي من تبحث عن الكرة. ركلة حرة الآن لفريق نادي الزوراء. الحارس زهير فاضل. زهير يلعب كرة أمامية للوسط، ابعاد عن طريق باسم علي. الآن يمر الكرة إلى جهة اليمين. أمجد وليد يحاول تغيير اللعب داخل منطقة جزاء نادي نفط الوسط، لا زال يحتفظ بالكرة. هناك تدخل على أمجد وليد لتعود من جديد لفريق نفط الوسط اللي يحاول بناء هجمة مرتدة قادمة على مرمى فريق الزوراء، تبعد إلى خارج الملعب من أشرف عبد الكريم. أشرف عبد الكريم يبعد الكرة إلى رمية جانب. الواضح في الصورة 20 جاسم محمد المهاجم لفريق نادي نفط الوسط مع علي محمد المهاجم الآخر. هذا هو علي محمد لكن يرتكب خطأ علي، وركلة حرة الآن تصبح لفريق الزوراء. ركلة حرة للنوارس البيضاء. نفط الوسط اللي يوجه انذار شديد اللهجة لكل الفرق المتواجدة في المجموعة الأولى بعد تحقيق الفوز على زاخو ومن ثم تحقيق الفوز على المصافي.
لديه مباراتين مؤجلة، فريق نادي نفط الوسط مع أربيل مع الكهرباء، لذلك في حال تحقيق الفوز من إحدى المباراتين هو المتصدر، هو الآن حاليا هو المتصدر المجموعة الأولى. يعني هناك بعض الفرق لحد الآن لم تلعب من الفرق القوية، القوة الجوية 4 نقاط، فريق أربيل لم يلعب لحد الآن. هذه الفرق اللي من الممكن أن تنافس على صدارة هذه المجموعة مع الزوراء، فرق تنافس على المراكز الثلاثة الأولى من أجل الانتقال إلى دور النخبة. لاحظ الكرة بالإعادة والخطأ للزوراء مع وجود ركلة حرة مباشرة. ركلة حرة مباشرة، مؤيد خالد على التنفيذ، كرة طويلة من مؤيد، باسم علي يحاول وصول الكرة برأسية لكن أقرب لصديق سوراج. كرة طويلة من صديق سوراج للوسط، تعود من جديد الآن المحاولة تبقى لجاسم محمد. جاسم إلى فارس حسون، فارس خطأ على أرنست. ركلة حرة مباشرة لصالح نفط الوسط، ركلة حرة مباشرة لصالح نفط الوسط. هذا هو فارس حسون الواضح في الصورة، اللاعب السابق للنجف والنفط، المتواجد حاليا مع فريق نادي نفط الوسط. لاحظ الكرة بالإعادة والتدخل من مصطفى محمد المدافع الأيسر لفريق الزوراء. ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة، علي رحيم على التنفيذ، يلعب كرة أمامية قريبة لمنطقة الجزاء. علي محمد يحاول تهيئة الكرة، تعود إلى محمد ناصر، تدخل من أمجد وليد. تبقى محاولة فريق نفط الوسط قريبة لمنطقة الجزاء. فريق الزوراء تلعب قصي منير، قصي منير يلعب كرة أمامية إلى أمجد وليد، أمجد يعيدها لآيات خلف. محاولة تستمر لفريق نفط الوسط. جاسم محمد قريب من الخط الجانبي، جاسم حاول يمر، يلعب كرة عكسية داخل منطقة جزاء الزوراء، وأشرف عبد الكريم كاد أن يخطئ. أشرف عبد الكريم كاد أن يخطئ، والكرة مرت لحارس المرمى زهير فاضل. هذا آيات خلف. فريق الزوراء بدأ بداية قوية لكن بدأ يتراجع الآن. فريق نفط الوسط بدأ استقرار في هذه اللحظات، بدأ بتنويع اللعب على الأطراف. فريق نفط الوسط يحاول أن يجاري الزوراء في هذه المباراة، يعلم بأن فريق الزوراء هو يبقى من الفرق الكبيرة. وهذه محاولة والتسديد على المرمى عن طريق قصي، مرت إلى خارج الملعب لركلة مرمى. ركلة مرمى لنفط الوسط، تسديدة قصي. عبد الغني شهد سبق وأن درب عدة أندية، النجف وأيضا الطلبة وكربلاء، هذه الفرق اللي أشرف على تدريبها المدرب عبد الغني شهد. حقق نتائج طيبة في دور الدرجة الأولى، هو اللي قاد الفريق للوصول إلى الدوري الممتاز العراقي بعد ما قاد في دور الدرجة الأولى. لذلك عبد الغني شهد يريد من خلال هذا الموسم أن يكون فريقه دائما في القمة وفي أفضل المستويات من أجل تقديم مباريات كبيرة مع الفرق الكبيرة. واليوم لديه مباراة هي تعتبر من المباريات الكبيرة لفريق نفط الوسط أمام فريق كبير مثل الزوراء. رمية جانبية هناك من الجهات البعيدة، رمية جانبية من الجهة البعيدة لفريق نفط الوسط. تنقل حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ. ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة 4 يحصل على خطأ. كرة بالإعادة، تدخل كان عن طريق اللاعب أشرف عبد الكريم، وركلة حرة مباشرة الآن لصالح فريق نفط الوسط. لاحظ 5 لاعبين لفريق نفط الوسط داخل منطقة جزاء الزوراء. الزوراء أيضا يتراجع ب6 لاعبين داخل منطقة الجزاء، تلعب على المرمى بالمباشر وزهير فاضل يبعدها بمبدأ السلامة حارس مرمى فريق الزوراء. ابعاد من قصي منير، تنقل من أمجد وليد اللي انتقل من جهة اليمين إلى جهة اليسار بعد ما كان يلعب كجناح أيمن. حسين الجويد اللي ذهب إلى الجهة البعيدة. هنا حسين الجويد يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، ممكن رأسية. أمجد وليد التمرير داخل منطقة الجزاء والمطالبة أيضا من لاعبي الزوراء. المحاولة تستمر، تعود للوسط، وهنا أرنست وركلة حرة مباشرة. ركلة حرة مباشرة وبطاقة صفراء لعلي رحيم، بطاقة صفراء لعلي رحيم. البطاقة الأولى الصفراء في هذه المباراة للاعب وسط فريق نادي نفط الوسط علي رحيم. إذن علي رحيم يتلقى البطاقة الصفراء الأولى. أرنست يعني بدأ مدافع مع الزوراء في بداية الموسم، في مباراتين لعب كمدافع، في مباراة الكهرباء ومباراة المصافي
لكن بعد قدوم عماد محمد اللاعب أصبح الآن لاعب وسط، هو من يقود هجمات فريق الزوراء من خلال وجوده كلاعب وسط في المباريات. سجل هدف جميل في مرمى نفط الجنوب، هو كان هدف التعادل فريق الزوراء اللي قلب النتيجة بعد ما كان فريق نفط الجنوب هو المتقدم على الزوراء. أرنست هو من جاء بهدف التعادل للزوراء. ركلة حرة مباشرة، هذا هو أرنست على التنفيذ. كل لاعبي نفط الوسط متراجعين، كرة داخل منطقة الجزاء على المرمى، لكن مرت كرة الزوراء إلى خارج الملعب لركلة مرمى لنفط الوسط. سلام مطلب حارس المرمى لفريق نفط الوسط، واليوم مطلب جماهير الزوراء الفوز في هذه المباراة والتسجيل في مرمى مطلب، ومطلب لحد الآن مرمى لم تهتز في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية. سلام مطلب على التنفيذ، يلعب كرة للوسط، ارتقاء من أمجد وليد، أمجد باسم إلى أمجد وليد جهة اليسار. أمجد وليد لاعب متحرك يمتاز بالسرعة والمهارة، لاعب جيد مع تشكيل فريق الزوراء. أمجد وليد يطالب بإشهار بطاقة صفراء، لكن حكم المباراة اكتفى فقط ب صافرة لوجود خطأ على فريق نفط الوسط. ركلة حرة مباشرة، لاحظ الإعادة آيات خلف والتدخل، بالفعل كان هناك سحب من آيات خلف على أمجد وليد. حكم المباراة الدولي فلا عبد أشار إلى وجود ركلة حرة لصالح الزوراء. إذن ركلة حرة على التنفيذ الجويد، سين الجويد على تنفيذ الخطأ على القائم القريب، والزوراء كان قريب وتبعد من المدافعين. محاولة لفريق الزوراء كان من الممكن أن يسجل هدف أول. لاحظ المرتدة، فارس حسون، فارس لفريق نفط الوسط يحاول أن يمر، وهنا ركلة حرة لصالح نفط الوسط، ركلة حرة لنفط الوسط. حكم المباراة الدولي فلا عبد يشير إلى وجود خطأ وركلة حرة. لاحظ فارس مر من أمام مصطفى محمد، وبعد ذلك الدفع من مصطفى محمد، وركلة حرة لفريق نفط الوسط قريبة جدا من منطقة جزاء الزوراء. وبطاقة صفراء لمصطفى محمد، هي البطاقة الثانية في هذه المباراة. البطاقة الثانية آيات علي رحيم تلقى بطاقة صفراء، والآن مصطفى محمد من فريق الزوراء أيضا يتلقى بطاقة صفراء الثانية في هذا اللقاء. بطاقتين صفراء مع وجود ركلة حرة. هل يستغل فريق نفط الوسط الكرات القريبة إلى المرمى؟ عدي جفال، البطاقة لمصطفى محمد. ركلة حرة مباشرة لصالح نفط الوسط، يحاول عدي جفال، سجل في مرمى زاخو من كرة ثابتة، وسجل أيضا من كرة عكسية من جهة بعيدة في مرمى نادي المصافي. هل يفعلها عدي جفال؟ هل يفعلها لاعبي نفط الوسط؟ هل يفعلها لاعب لفريق نفط الوسط أن يفتتح التسجيل؟ فارس حسون أيضا يجيد التسديد، مثل هكذا كرات اللاعب فارس حسون. وهنا محمد ناصر يلعبها إلى الخارج. مدافع اليسار محمد ناصر نومي يسدد على المرمى، كرة مرت بعيدة عن مرمى فريق نادي الزوراء. كرة طويلة من أجل أقرب لباسم علي، تغطية من نبيل عباس يبعدها، اللاعب الخبرة في تشكيلة فريق نفط الوسط. استخدم أسماء المدرب عبد الغني شهد، سبق وأن مثلت منتخبات وطنية كمحترفين كلاعبين، مثلوا أندية أخرى، لذلك فريق نفط الوسط لحد الآن يسير بخطى جيد. فريق نفط الوسط يسير بخطى جيد. حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ. ركلة حرة مباشرة للزوراء، ركلة حرة مباشرة لصالح نادي الزوراء. لاحظ التدخل من آيات خلف، آيات خلف لديه بطاقة، يجب أن يكون حذر في قادم الدقائق. مباراة مهمة، فريق نفط الوسط يحاول هو الآخر أن يعمق جراحات الزوراء من خلال هذه المباراة، لكن فريق الزوراء يحاول تضمين جراحة من هذه المباراة ويسجل فوز ثالث